تعالوا كده يا بنات نتكلم على موضوع تفريزات بخصوص شهر رمضان ونشوف الموضوع ده. هل كده صح ولا في أفورة، ولا ده طبيعي، ولا بنحس بإيه لما بنشوف التحضير؟ بتحسي بحماس وبتتشجعي كده وتتحمسي، ولا بتحسي بإحباط وبتقولي أعمل إيه ولا إيه؟ يعني هعمل إيه ولا إيه، ولا أجيب منين كل ده؟ ولا أنا حابة أرتب الترتيبات دي كلها وأحضر التحضيرات دي كلها بس مش عارفة ومش قادرة؟ إيه اللي بيدور في دماغنا؟ تعالي كده نقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. ونشوف الموضوع ده، هو اللي بيحصل ده صح ولا غلط، ولا أفورة ولا طبيعي؟ الموضوع ده بدأ يزيد عن الحد قوي قوي قوي. فاحنا عايزين نشوف الموضوع ده عشان خاطر ما نبقاش مسحوبين كده ورا اي حد وخلاص. الموضوع ده يعني عايزاكم كده تبصوا له بوعي، بدماغ جديدة وبأفكار جديدة. طيب اول حاجة من الناحية الصحية، والمهم ان احنا نركز في الحتة دي قوي. طيب هو صح ان انا هفرز خضرة، بسلة، كوسة، كل انواع الخضار، طماطم، هفرز بصل، حتى البصل يعني كل حاجة بقت بتتشال. طب هو من الصح ان انا هقضي حياتي كده ان انا اطلع كل يوم، اقوم كل يوم الصبح اطلع اكل من الفريزر متفرز مش طازة واعمله واكله كل يوم كل يوم كل يوم؟ ولا الحاجة دي احنا كنا بنعملها الاول للزنقات يا بنات؟ احنا الاول كنا بنقول هنجيب الطماطم وهي رخيصة، بس الموضوع عدى مننا قوي. هنجيب الطماطم وهي رخيصة ونستخدمها ونشيلها لحد يعني في وقت الطماطم فيه ترفع، او وقت انتي مزنوقة فيه، او وقت كده كده. مش كل يوم كل يوم هستخدم نفس الحاجة المفرزة. الموضوع ده غلط جدا. لازم جسمنا يخشوا حاجة فريش، حاجة طازة. يوم كده ويوم كده. انا بشيل صلصة اساسية عندي، يكون عندي صلصة في الفريزر. بشيل بسلة، لان البسلة زي ما احنا عارفين بتخلص بسرعة ومش بتكون موجودة الوقت كله. في حاجات بقى كتيرة بتكون موجودة حتى لو هتكون غالية. فاهمين معايا؟ خليكم معايا. حتى لو هتكون غالية وهي موجودة، دخليها جسمك وهي فريش وهي طازة. ما ينفعش تحرمي جسمك من الحاجة وهي فريش وهي طازة. تعالوا نرجع كده لأهالينا زمان كانوا بيعملوا ايه. على فكرة بيحضروا لرمضان، وكانوا بيحضروا للعيد، وكانوا بيعملوا كل حاجة، بس ما كانتش بالافواره دي. الافواره دي هتضر صحتنا. احنا دلوقتي اكترية الناس بتشتكي بالكسل. الكسل اللي بقى منتشر بجد بجد بطريقة غريبة، ومفيش نشاط ولا في حركة في الجسم، بسبب ان احنا بقينا مش بندخل جسمنا اي حاجة، اي حاجة طازة، اي حاجة فريش. يعني ركزي كده معايا، السلطة لو رقدت مع انها بتكون طازة وفريش، لو رقدت ربع ساعة فايدتها بتروح. طب يا بالي الاكل يا جماعة اللي احنا بنشيله بقى وبنركنه وخلاص اتعودنا وبقى اسلوب حياة. البصل بقى بنشيله، التوم كمان بنشيله، وده من بدري قوي كلنا بنشيل التوم، لان احنا مش كلنا عندنا اماكن ان احنا نشيل التوم ولا نعلق التوم فيه، فمضطرين ان احنا نعمل التوم. مع اني انا السنه دي يعني واخده قرار بيني وبين نفسي ان انا التوم هتصرف له في مكان اعلقه فيه وابقى اقطعه طازه وفريش. من كتر ما لقيتنا اتسحبنا قوي في الموضوع ده، واتسحلنا فيه وتعبنا فيه وصرفنا فيه. انتي قاعده دلوقتي بتشوفي كميه تحضيرات لشهر رمضان غريبه. لا احنا هنحضر، يعني احنا هنحضر الحاجات اللي هي ينفع نحضرها. يعني انتي مثلا عندك البطاطس اهيت، ممكن ايوه تفرزيلك شويه، بس مش ان انتي تبقى معتمده عليهم كل يوم. لا، في يوم مثلا كنت في مشوار وجيتي مستعجله، تمام. في يوم البطاطس السنة اللي فاتت دي كانت غالية جدا، السنة دي كمان مش السنة اللي فاتت كانت غالية. في وقت زي ده ابدأي طلعي، بس ما تحرميش جسمك قوي كده. يعني انا على طول مثلا بقول مرة ولا مرتين حتى اكل طازة في الاسبوع. البسلة طب اعمليها وشيليها بقى، يعني البسلة دلوقتي موجودة في السوق، اللي عملتيه ده ما تقربيش ليه، هاتي طازة واعملي. لازم تعملي كده عشان خاطر الاكل الفريش والاكل الطازه ده بيبقى فيه طاقه حيه، مش عايزين نحرم الجسم منها. انا لما شفت الموضوع ده وبدات ابحث عنه لقيته مهم لاهميته. على فكره انا كل سنه كنت بقعد احضر تحضيرات وكان بيتقطم وسطي واصرف مصاريف قد كده. وعلى فكره وكنت باجي في شهر رمضان بشتري حاجات برضو. يعني انت بتعملي كل ده ومش بتستغني عن الشراء وعن المصاريف في شهر رمضان. انت بتضغطي نفسك جدا جدا وبتصرفي وبتتعبي نفسك، وانا
مش ضد التفريزات، انا بفرز زي ما بقول لكم، بفرز وهفرز بس بالعقل، ومش هحرم جسمي. خلاص مش الحاجة اللي انا هقدر ادخلها جسمي وهي طازة وفريش هدخلها جسمي. يعني الجزر ده بيكون موجود عندنا على طول، بيكون موجود في السوق، غالي رخيص اهو موجود، يبقى استخدمه. طالما موجود يبقى مشيلوش، دخليه جسمك وهو طازة وهو فريش. الملوخية الخضراء مثلا بقت موجودة، هي صحيح بتبقى رخمة شوية اليومين دول فيها طينة وكده، بس مش مشكلة. ما جاتش من المرة، اصل احنا مش هنعملها كل يوم. ما جاتش من المرة اللي انت هاتيها يا ستي قبلها بيوم، اغسليها وقرطفيها ونشفيها كده وقومي الصبح اعمليها. اهالينا كده زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجوا في الشتاء، يعني على ما اعتقد كده ما كانتش الملوخية الخضراء يا اما قليلة يا اما كانتش بتطلع اصلا. فكانوا بيعملوا الملوخية الناشفة، كانت بيبقى مجففينها زي ما احنا عارفين الملوخية الناشفة، وكانت بتبقى جميلة تعمل جنب المحاشي وجنب الخضار وجنب كل حاجة، وكانت بتبقى حلوة فعلا. الموضوع ده مهم، بلاش نتسحب، بلاش يعني الحماس حلو والتشجيع حلو، بس والله العظيم الموضوع متعب جدا. موضوع التفريزات انا مش ضده، انا هشيل واستخدمه عندي الفريزر وبحط فيه كل حاجة. حاجة مثلا زي الفراولة موجودة، هي غالية، مش هنشيل دلوقتي، استخدموها وهي لسه موجودة في اوانها، ما تحرموش جسمكم منها. يعني انتوا فاهمين قصدي؟ يعني مثلا انت هتشيلي فراولة، ما تجيش مثلا انت شلتي والفراولة لسه موجودة فتستخدمي المفرزة. شيلي الكمية اللي تناسبك، كتيرة قليلة ان شاء الله حتى تشيلي 2 كيلو، شيليهم اركنيهم خالص للصيف، لان هي بتبقى حلوة فعلا وبتنفعنا كلنا في الصيف. بس وهي موجودة اعملي منها طازة طازة. لو هتجيبي نص كيلو بنص كيلو، امسكيه كده قطعيه وافرميه واضربيه في الخلاط واشربيه في وقته. احنا الجسم بقى بعافية والله، هو يعني الموضوع بقى صعب جدا، والواحد بقى بيقعد يسأل نفسه كتير هو ايه السبب. لما بقعد ابص كده على اليوتيوب واشوف كمية التحضيرات، دماغي بقت بتروح ان انا كده، ان انا جسمي ما بقاش بيخشوا اي حاجة طازة. كل الحاجات اللي جاية انا جايباها من الفريزر يا ولاد، ما ينفعش كده. السوق دلوقتي مليان حاجات جميلة. انا من بدري قوي ما نزلتش السوق، لما نزلت الاسبوع اللي فات وشفت الاسعار حلوة والاسعار جميلة والخضار شكله حلو وطازة كده وجميل. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ انا اول سنة ما حضرش اي حاجة لشهر رمضان وما شيلش. مش معنى كده ان انا مش هحضر، انا هحضر بس بالعقل وبالراحة. مش هقعد اروح اجيب كل حاجه في السوق واعملها واشيلها في الفريزر. الكوسه دي انت بتشيلوها ليه؟ الكوسه موجوده على طول، موجوده، بنشيلها ليه يا ولاد؟ يعني انا مثلا هاجي اعمل الكوسه هغلب ان انا اقشرها واقطعها بسرعه، انت مش هتكملي نص ساعه، والله ما فيش نص ساعه. خضرة المحشي دي بتتشال ليه؟ انا نفسي افهم خضرة المحشي دي بتتشال ليه؟ دي جميلة قوي، هي طازة وهي فريش ولونها جميل كده، وبتدي يعني بتتحط على السبانخ كده وهي طازة، بتديها ريحة وطعم حلو. حتى على المحشي كده بتديه برضو، هي روح المحشي الخضرة. تجيبوها كده من الفريزر وتحطوها ليه يا ولاد؟ اهدوا شوية. انا بتعب في التفريزات جدا. يعني التفريزات انت مش بتعمليها وخلاص، انت بتتعبي وبتصرفي وبترهقي نفسك، انا مجرباها بتهد الحيل. ايوه اتعبي يوم واستريحي شهر، دي فعلا. بس والله احنا مش بنستريح ولا حاجة، احنا مش بنبطل قضيان ولا بنبطل شغل. فما تجيش على الحاجة اللي هتدعمك في صحتك وتكسلي عنها. يعني انا يعني بصي مش قادرة اتخيل الحتة دي، ان انا عارفة ان حاجة هتضرني او مش هتنفعني، مش هتديني الفايدة كاملة. يعني عشان ما كبرش الحوار قوي، هي يعني حتى لو ما ضرتكيش فهي مش هتديكي الفايدة الكاملة بتاع اللي انت هتاخديها من الحاجة الطازة. فاهماني؟ الموضوع ده مهم جدا، مش نقعد نتحمس ونتشجع وفي الاخر تيجي فوق دماغنا احنا. ما احنا بنتعب في التفريزات. الموضوع مهم جدا يا بنات، صدقوني الموضوع مهم. الموضوع بقى بينرفزني قوي بصراحة لما بخش واشوف الافوار قوي دي، وبزعل عليهم. هم كمان هم معاهم اطفال لسه بتتبني ولسه طالعة عايزة كل حاجة. يعني هم اولى بكل حاجة، اولى بكل فايدة في الاكل بصراحة، اولى بكل حاجة. فهم زيهم زينا، فاحنا مش كل حاجة نشوفها نمشي وراها وخلاص، مش كل حاجة نشوفها نتبعها ونمشي وراها. نحاول نشتغل على نفسنا شوية ونشوف الحاجة الأفيد لينا ولصحتنا ونعملها. مش هروح عاملة الفليزر
واصرف كل مصروف الشهر واضيعه، وفي الاخر مش هاخد الفايدة كاملة. لا، احنا نشوف الحاجات اللي نقدر نفرزها ونحضرها نشيلها، والحاجة اللي احنا نقدر نجيبها كل يوم او كل كام يوم طازة وفريش برضو نجيبها. يعني احنا هنمشي في الطرفين وفي الاتنين. وانا هحضر تفريزات، بس هحضر الحاجة المهمة جدا، هحضر الحاجة اللي هي بتخلص من السوق ومش بتكون موجودة، مش كل حاجة. صحتك، صحة أولادك، وصحة جوزك، وكل اللي محيطين بيكي أمانة في إيديكي انتي. انتي اللي هتتحاسبي عليها، صدقيني. احنا بإذن الله ربنا هيدينا القدرة ان احنا نقدر نعمل كل حاجة تكون صح لينا احنا.